الذي يتزين باللون الأخضر في ثاني جولة للمجموعة الأولى، حيث تجمع النصر وضيفه الأنوار عبر قناة ليبيا الرياضية. وقبل أن أبدأ، لا خير فينا إن نسينا الصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين وإمام النبيين وقدوة الله للعالمين. أي جنون من الكورفانورد، أي جنون من هذا المدرج. بداية مشاهدينا الكرام بطاقم التحكيم الذي يقود هذه القمة، حكم ساحة مؤمن الراعي، مساعد أول محمد التير. زلنا لم نشاهد فرصة حقيقية وقوية لفريق النصر مع بعض المحاولات للوصول. تمريرة بينية تامر صيام وكنترول، يلعب إلى عبد الله عبد الرحيم. الآن عبد الله يدخل، عبد الله والعرضية، ركلة جزاء، ركلة جزاء لصالح النصر. هذه لقطة الإعادة. أعطيني صورة يا عبد السلام، أعطيني صورة يا عبد السلام. لكم الصورة ونتركها لأصحاب الاختصاص، والصورة واضحة مشاهدينا الكرام. إذا ركلة جزاء، هذه صورة من زاوية أخرى. كريم دلهوم، الطبال وحسن المجبري. الطبال السبعة في مواجهة المجبري. هل يعود النصر في المباراة بهدف التعادل أم أن المجبري يبقي فريق منتصرا في الشوط الأول؟ طبال والمجبري، المجبري والطبال، وجول! هدف التعادل. عادوا فريق النصر بهدف التعادل. هدف التعادل الطبال بركلة جزاء. ولعت المباراة الآن. ستصاب أو متهم بقتل فريق النصر، ستتهم بقتل فريق النصر. هل سنعود بالسيناريو؟ هل ستجعلونها لدقائق الأخيرة؟ هل ستجعلونها تنتهي في الأخير؟ أم أن الأنوار عازم على الإصرار بتسجيل هدف ثاني؟ هذه الإعادة والكرة اضرب يا طبال. 1-1 الآن. هدف التعادل. مباراة واضحة حتكون قوية جدا رغم إصابتي بحمى. يلعب طارق السيد، طارق كرة عالية والطبال، وجول! هدف ثاني. عاد وعدل وهو يعود. نعم، أنا النصر اسم على مسمى. نعم، أنا النصر اسم على مسمى. أنا من توجت بطلا خارج القارة، أنا من توجت بطلا خارج القارة هناك في بلاد الأوبرا. عزفت أجمل الألحان، وقفت أمام الكوليسيوم ورسمت أجمل اللوحات، كتبت التاريخ ورفعت اللون الأخضر في سماء روما. فاحتاروا يا طبال وسألوا وقالوا من أنت؟ قلت أنا النصر، والكرة برأسية. وهدف ثاني. عاد الطبال بفريق النصر بجول ثاني. يا سلام، شوف الإعادة والكرة رأسية غالطت شباك حارس المرمى حسن المجبري. تعانق الشباك. وهدف ثاني بعرضية كانت من جانب طارق السيد. هذه الإعادة الطبال من بين المدافعين، وكرة رأسية وفرح. وهنا الخطأ، يخطف الكرة. عيد والثالث ممكن الآن الثالث. الله! نعم، قلت عليك بأنك بيتهوفن. نعم، أنت بيتهوفن جديد في تشكيلة فريق النصر. يا سلام، يا سلام على هدف ثالث. أي كرة تعانق الشباك. يلعب الكرة البينية أو العرضية، وهنا طارق. الله! يا سلام، يا سلام. هدف ثالث وكرة رائعة، ثلاثية لفريق النصر.
أي أداء وأي نتيجة. شوف الكرة العرضية، كان الكل يعتقد بأن تمرير للمكاري جاءهم من بعيد ليسجل هدف ثالث الآن.